مساء الخير على الجميع. النهارده يا جماعة أنا بتكلم معاكم لأمر مهم جدا. كتير من الأشخاص اللي أعرفهم والمتابعين ليا سواء في السوشيال ميديا أو بره السوشيال ميديا بيقولوا لي عايزين حاجة تكون جامعة شاملة للتخصصات والقدرات والإمكانيات المتواجدة في القنوات، 3 قنوات طبعا، وبشكل عام طبعا على مستوى المنشأة الخاصة اللي بقالها تقريبا دلوقتي حوالي سنة ونص تقريبا. والمنشأة دي أنا ما كانش هدفي في الأساس على فكرة شيء ربحي أو شيء تجاري. والدليل إن هي بقالها سنة ونص فقط. أوكي. لكن بدأت إني أنا أعمل المنشأة دي وفكرت فيها بمعنى أصح من حوالي سنتين ونص، وقعدت سنة كاملة تقريبا عشان أنفذ الفكرة تقريبا. وده لأكتر من سبب. أول سبب إني أنا مش هدفي أبدا الجانب الربحي من أمور أقدر أقول ربنا حباني بيها في مسألة القدرات والإمكانيات. ما أعرفش، يعني أنا واحد من الناس ما بستثيرش الأمر ده وما بحبوش إني أنا أتربح من قدرات ربنا ادهاني. يعني بص، انا بتكلم في اللي انا شايفه، ماليش علاقه بالاخرين، لكن بتكلم في اللي انا شايفه ورؤيه خاصه في نفس الوقت. يعني دي اقدر اقول دي اوكي، يعني ممكن اقول اطلق عليها وجهه النظر. اللي انا قلت كتير جدا انا ضد كلمه وجهه النظر في الامور العامه وفي الامور التحليليه وفي الامور التقييميه وفي الامور اللي فيها بتتكلم عن شيء للناس. مفيش حاجه اسمها وجهه النظر، في حاجه اسمها رؤيه، في حاجه اسمها درايه معرفه، في حاجه اسمها قدرات ازاي تقيم وتحلل. ده مش سبهلله الحكايه واهواء شخصيه، لا طبعا. لكن اقدر اقول دي وجهة نظر اوكي، لاول مرة بقولها اني انا دي وجهة نظري انا. لكن في نفس الوقت فيها جانب رؤية بكل المقاييس، لاني نعقلها كده نفكر زي ما قلنا. الرؤية بتيجي بايه؟ بتيجي ب عايز اقول بقدرات، امكانيات، متابعة دقيقة. ممكن كمان يكون معاها سنس طبعا، ده مش عند اي حد. الامر ده في حد ذاته شيء، يعني ربنا اللي بيديه لناس معينة بيصطفيهم وبيختارهم، يعني انه بيديهم حته السنس او ال الاحساس اللي بيبقى داخلي، بينبئ عن امور. وبيبقى ممكن جدا بنسب كمان، تمام، في اي امر، في اي شيء على فكره. آه، لكن كمان ممكن كمان نقدر نقول نضيف عليه المنطق، علم المنطق الرائع اللي انا بحبه جدا، اللي هو بيمنطق لك اي امور ممكن تكون غير طبيعيه او غير عايز اقول واضحه، اوكي، او انت ما عندكش الدرايه بيها او الكيفيه بيها. فالمنطق هنا لو انت عندك الدرايه الكامله بيه والكافيه بيه، لا بيمنطق لك الامر بشكل صحيح جدا، وممكن جدا يكون كافي. يعني زي ما بيقولوا في المثل، الامثال يقول لك ربنا عرفوه بالايه؟ بالعقل مثلا. لا، هو بالمنطق طبعا، هو عايز يقول بالمنطق. الشمس عرفوا انها بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب قبل ما يكون حسابات فلكيه او غيره. برضو كان في امور منطقيه، امور كده معينه. يعني المنطق بيفسر لك امور ممكن جدا تكون غايبه. لا، فاللي عايز اقوله ان انا ضد التربح من امور ربنا حباك بيها. ممكن التربح اوكي من امور انت اكتسبتها او اتعلمتها، ماشي، ما عنديش مشكله. لكن امور انت ربنا اداها لك عشان تقدر تفيد بيها الناس، التربح هنا لازم يبقى ليه حدود محدده جدا. حدود محدده جدا، ما يكونش الامر تربح ثم بعد كده افاده، او بعد كده الامر هيتحول لتربح فقط والافاده تيجي ممكن تتنسي تماما، وده اللي بيحصل فعلا. اوكي. فانا بعتبر اني الحمد لله القدرات اللي موجوده عندي طبعا هبه من عند ربنا بكل المقاييس، ونعمه لازم ان انا افيد بيها الناس، ولازم ان انا اوصلها للناس بشكل صحيح. لكن ما يمنعش، وده السبب، احد الاسباب اللي خلتني اقامت المنشاه دي. وقلت قبل كده كتير جدا ونبهت واكدت، ويعني وتعبت من التاكيد اني انا يا جماعه الوحيد في العالم، اتوقع مش ممكن ما اقولش الوحيد، بس من القلائل جدا النادرين على مستوى اعتقد مليارات عاملين قنوات يوتيوب، او مليارات من قنوات اليوتيوب، لان في ناس بتعمل 3 و4 و5 و10 قنوات. فاقدر اقول مليارات من قنوات اليوتيوب عشان اكون دقيق في كلامي. الوحيد او سوري، من النوادر ومن نسب الندرة بمعنى الكلمة اللي مش مفعل الربح نهائيا. ووضحت الامر ده كتير جدا واكدته وقلت الاسباب، ومش منتظر اي اموال، ولو جات لي اي اموال مش عايزها، ولو صمموا هاخدها اتبرع بيها. انا مش عايز اي اموال من
مكان زي اليوتيوب، واللي انا قلت واكدت جوه اليوتيوب اكتر من مره من سنين، وكان ليا سبق ايه، كنت الوحيد وما زلت اعتقد الوحيد اللي هاجمت اليوتيوب وانتقدت اليوتيوب، بس مش هاجمته ولا انتقدته عشان امور شخصيه، مش فارق معايا نهائيا. انا هاجمته وانتقدته عشان امور عامه، زي ده بكم معايا من اول يوم بدات فيه، اني هدفي هو العام او القنوات، الجماهير واحد والجماهير اتنين. يعني ما قلتش بقى الرياضه مع فلان ولا الكره مع علان ولا مش عارف ايه في الترتان، لا. يعني ما اهتمتش اني انسب لنفسي اي شيء، لا خالص. انا بتكلم ان الجماهير هي الاساس بمعنى الكلمه، جماهير الرياضه وجماهير كره القدم، وقلت واكدت طبعا على اهميتها القصوى. فاللي عايز اقوله انه من اول يوم دايما بدور على المصلحه العامه وبدور على الافاده بكل المقاييس. فاللي عايز اقوله اني انا يعني ما كانش هدفي ابدا التربح، لكن عملت المنشاه التجاريه لسببين. السبب الاول هو اني لقيت ان في ناس كتير جدا بتتربح من المجال بشكل عام طبعا، واهمه طبعا على راس القائمه الاعلام، من مسألة الرياضة وكرة القدم بالذات، أو بالتحديد كرة القدم، أو بشكل حصري كرة القدم، إن بقية الرياضات تقريبا ما فيهاش ربح إلا يعني على مدى زي ما حاجات كده بسيطة، أوكي، لأمور معينة. لكن بتكلم في كرة القدم اللي هي السبوبة بمعنى الكلمة، وأنا آسف اللفظ بس هو ده اللفظ اللي يوصف الحدث. بما إني هتكلم عن التربح والتجارة يبقى هتكلم بالألفاظ دي، ألفاظ التجارة على فكرة. بس فزي ما بقول فقلت لنفسي الله، طب يعني دول اللي هم فعليا بيعملوا ده وبيتربحوا، صحيح تربح غالبيته مش عايز اقول كله حرام، فحرام طبعا، لانه مش اشياء بتيجي يا اما عن درايه او عن جهل، ان هو عارف كويس جدا انه بيتربح، وعارف كويس جدا انه بيعمل ده لمصلحه شخصيه بعيد عن المصلحه العامه، فايا كان في الاعلام، تدليس في الاعلام، كذب، لعب على وتر الجماهير، خداع، حمل اجندات معينه لاشخاص معينين، او في المجالات الاخرى مثلا حتى لو وكاله اللاعبين او اداره الانديه او تدريب او غيره. لا 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 لا، المنظومه يا جماعه خربانه خربانه خربانه، المنظومه عايزه تتدمر بمعنى الكلمه. فطب اللي بيتربحوا اموال زي دي، وباموال طائله بمعنى الكلمه بتنازل مليارات، ووضحتها لكم قبل كده وقلت لكم بند واحد فقط هو بند اللاعبين والمدربين، اللي هو ما يسمى ملف اللاعبين والمدربين او ما يسموه الانتقالات، هو طبعا تسميه خاطئه، هو اسمه ملف اللاعبين والمدربين بشكل عام. طبعا الملف ده يا جماعه كارثه كارثه كارثه، بلوعه مفتوحه بمعنى الكلمه ما بتتقفلش. مش هكرر 50 مليون مره، بصوا الاسماعيلي وصل لايه، بصوا المصري وصل لايه، بصوا الاتحاد وصل لايه، بصوا مش عارف ايه، يعني عايز اقول لكم كوارث بمعنى الكلمه. بصوا الانديه الشعبيه، المحله بمجرد ما نزل محله، بتكلم عن غزل المحله، غزل المحله، مش هقول لكم فريق التاريخي، مش هقول لكم الفريق اللي خد بطولات، لا اقول لكم الفريق اللي يحمل على عاتقه مدينه كامله، مش عايز اقول محافظه، هو المفروض بيحمل محافظه كامله، بما اني مفيش فرق اللي هو فقط وهو الفريق الاقدم والارسخ، يحمل محافظه كامله زي الغربيه. بتتكلم في دوله يا جماعه، محافظه بدوله. تاني ارجع اقول لكم الاورجواي، يعني الايكونز، الايكون على مستوى امريكا الجنوبيه والعالم، واثنين كاس عالم و15 كوبا امريكا. الاورجواي 3 مليون نسمه ولا 3.5 مليون نسمه. لما اقول لكم محافظه الغربيه قدها مره ونص، 5 او 6 مليون نسمه على ما اتذكر. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ نادي زي المحله مجرد ما هبط، خبر اهو 9 لاعبين مش عارف 10 لاعبين بيرحلوا منه، طبعا اهم اللاعبين وافضل اللاعبين. يعني اقول لكم ايه؟ فزي ما بقول لما الكوارث دي تحصل، طيب لما انا اعمل محتوى، والمحتوى ده من الالف للب للجيم للدال للسين للعين لللام الف للي، افاده ثم افاده ثم افاده ثم افاده، اقولها من هنا لبكره مش همل اقول افاده. يعني كلمه افاده يا جماعه، كلمه افاده برضو ليها على فكره ليها برضو مع اسمه ايه، ليها ليفل، تمام، ليها كده ليفل. مش كل كلمه افاده تساوي افاده تانية. في افاده عقليه، في افاده وقتيه، في افاده لشيء ترفيهي، في افادات معينه مش مفيده للدرجه ومش هتكون مؤثره عدم وجودها، وفي افادات لا مؤثره جدا ومهمه، وجودها مهم للغايه وتاثيرها بيفضل مدى اطول. هي ده الافاده اللي انا بتبعها، افاده على مستوى الافكار، العقل، المضمون،
افاده على مستوى الجانب المادي، الجانب المادي، اقولها تاني مره مليون. تمام. ولو اني حزين لما قلت تاني الرياضه تبقى هي اساسها الماده، مش مكمل ليها الماده، لا اساسها الماده وراسها ورجليها الماده. حزين جدا على ده، وحذرت منه من سنين طويله والايام اثبتت كلامي. فلما لما ده يحصل، يعني اللي بياخد ملايين الملايين ونازل مليارات في شيء مدمر بمعنى الكلمة، وفلوس أموال حرام طبعا، فاللي يدي الإفادة الصحيحة واللي يوفر لك مليارات في المقابل ما يستحقش حتى واحد على ألف من ده، على سبيل المثال. طب أبسط مثال، يعني ده فعلا اللي يتقال عليه. يعني دايما كنت ألاقي لفظ بيتقال في قنوات اليوتيوب، وطبعا غالبيته، مش هقول كله، غالبيته بيبقى تدليس ونصب وكذب واحتيال، ومن المساوئ الضخمة في اليوتيوب على فكرة. والعمري انا ما اتبعت الامر ده نهائيا. دايما كنا نشوف الايه، يا جماعه فعلوا مش عارف ايه، ويعملوا شير لايه، ويعملوا اشتراكات لايه بسرعه، ولايك ايه، عشان خاطر المحتوى الهادف يواصل، اواصل بيه. يعني اللي هو انا هفلس من غير اشتراكاتكم، من غير ما انتوا تتابعوني، من غير مش عارف ايه، فانا هفلس، فمش هقدر اعمل لكم المحتوى الهادف اللي انا عايز اعمله. طب انا بقالي 8 سنين وقاصد وبأكد بنفسي اني انا مش عايز اي اموال خالص، وانا مش مليونير، ولا يعني، وفي اوقات سوري يعني في اوقات بيكونش في جيبي 2 جنيه على بعض، ما عنديش مشكله خالص. ومع كده ايه دخل ده ان انا اطلع اعمل محتوى هادف؟ يعني عايز افهمها. في امور حياتيه بتاثر معاك، ما عنديش مشكله، بس هو انت دي شغلتك؟ طب افرض ما كانش في يوتيوب، يعني نتكلم بمنتهى الامانه، دي برضه ردا على الناس دي. افرض ما كانش في يوتيوب من الاساس، هل هتبخل بالمحتوى الهادف بتاعك اللي ربنا اداهولك عشان خاطر تفيد بيه الناس لو فرضنا، او حتى محتوى هادف ربنا يسر لك؟ يعني في فرق ان انا ربنا اداني موهبه معينه او قدرات معينه، وفي فرق ان حد ربنا يسر له افكار معينه لوقت ما يفيد بيها الناس. في كده وفي كده، طبعا فرق بين الاثنين. تمام. ففي الحالتين كنت هتبخل على الناس عشان خاطر ما فيش وسيله تكسب او وسيله مقابله، او تعتبرها كسلعه. ما هو ده بقى النقطه الثانيه، ان انت بتعتبر دي سلعه. خلاص يعني حتى ده بقى سلعه بمعنى الكلمه، بقى تجاره، شيء قميء. ودي من اكتر الاسباب اللي خلتني رفضت ده تماما. وانا من النوع اللي بحب ايه، زي ما بيقولوا كده ايه، الوقايه خير من العلاج. ده مبدئي. انا ما استناش تجي لي فلوس بالمنظر ده، وفلوس بناء على اكتاف ناس اخرين وافاده ناس اخرين وبشكل فيه تدليس وكذب. انا ما احبش ده ابدا. فمن البدايه انا امنع ده نهائيا، يعني بالبلدي كده ما طلعتش بيه. تمام. فحضرتك هتبخل بده. يعني مثلا، طب تعالى بقى اقول لك مثل اكتر. افرض في يوتيوب، لكن مش عامل حكايه الربح والكلام الفاضي ده، وشغل سوري يعني شغل يعني انتوا ادرى بقى وفاهمين، واتكلمت في الكلام ده قبل كده من كذا سنه. ومساله الربح دي ايه هدفها، وايه المردود ليها، وايه الاسباب عشانها، ومحطوطه عشان ايه، والتكالب عليها. لا لا لا، كل ده ما مش اول حد، يمكن الوحيد في العالم اللي اتكلمت في الامر ده وما زلت. وعشان كده اتحرمت من اليوتيوب، ما عنديش مشكله خالص. فيديوهاتي، رغم اني مش بروج نهائيا للقناه، ونبهت على الامر ده بدل مره 20 نهائيا. ما عنديش مشكله خالص، واني عامل فقط منصاتي سواء اليوتيوب او الفيسبوك او تويتر او حتى الديلي موشن فقط للتوثيق، عشان كل افكاري وابداعاتي وابتكاراتي والحلقات بتاعتي الخاصه كلها تمام لازم تكون موثقه، عشان بعد كده كل حرف هقوله، يعني مثلا طلعت اتحديت رضا عبد العال كذا مره، وان انا الاصدق والافضل والاحسن والاكمل منه بكل المراحل في مساله التوقعات، اللي هي الحاجه الوحيده دي راس مال كابتن رضا عبد العال والقنوات اللي بتستضيفه. طيب لما انا اطلع اجيب له اقول له ايه كذا، يقول لي كذا، اقول له لا، انا افضل منك واصدق منك واسبق منك واحسن منك واكمل منك في التوقع ده. تمام. فيقول لي لا، طب هاتولي، انا عايز اثبات. وكان ده مثلا من 5 6 سنين، زي مثلا كاس العالم 2018، زي كاس 2019 مثلا، يعني لهم اشهر توقعات. فردنا قال لي كده، طيب انا لو مش موثق ولو مش حاطط اثباتات على ده، طيب هيجي يقول لي ساعتها لا، بص يا حبيبي، انا اهو، انا طالع اهو في برنامج كذا وموجود وادي التاريخ. طيب فين بقى انت حاجتك انت دي، او اللي انت بتقول انه ضد؟ فانا هنا لما اكون موثق الشيء تمام، يعني اوكي عندي الفيديوهات بحتفظ بيها تماما، الفيديوهات موجودة، لكن بعد كده عايز اوثقها عشان اثبت توقيت نزولها واثبت توقيت وجودها على امام الناس في الاعلام بمعنى اصح. ما هو ده نوع من الاعلام،
ونوع من الاعلام مهم جدا دلوقتي لانتشاره، مش لاهميته مش لجودته، لا طبعا جودته في الحضيض، لكن انا بتكلم في انتشاره. عشان كده قلتها بدل مره مليون. بتمنى ان ما كانش عندي، او ممكن جدا عند غيري ما عنديش مشكله، وسيله للتوثيق افضل من اليوتيوب واكمل واصدق واحسن، انا اول واحد هشترك فيها. وهلغي اليوتيوب على فكره. عشان كده انا بنفسي مفيش، فانا بنفسي عملت ده رغم معاناتي مع اليوتيوب من سنين، لكن مع كده عملته من فتره بسيطه يعني، او مش بسيطه، متوسطه، يعني من 3 4 سنين، نقول 3 سنين تقريبا لما اكتملت الفكره كامله. تمام. وانا في اليوتيوب بقى 8 سنين. يعني عشان محدش يقول لي ربح وانت بتعمل ده عشان، لا 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 لا، مش فارق معايا. نفس الامر بالنسبه لفكره السوبر بول، اللعبه الجديده المتفرده، نفس الكلام. تجميع كل افكاري وابتكاراتي وابداعاتي وتطويراتي اللي مش هتعمل في كره القدم، واللي اتسرق منها اتنين او اتاخد او ايا كان المسمى، ويتنفذ منها حاجات تانية. فلقيت طب ليه انا ما اعملش ده كله في حاجه متكامله، احطها في بوتقه كده واعملها في حاجه متكامله، تبقى حاجه مختلفه ومميزه جدا. ما يا جماعه الكوره ايه؟ ما الكوره واحد ابتكرها ولا اخترعها، ولا هو اللي بدأ، واحد عادي في انجلترا. يعني مش حاجه بدعه، مش حاجه منزله يعني. تمام. وانا الحمد لله احمد ربنا واشكر له عملت الافضل منها بكل المقاييس. فشيء مش غريب يعني، لكن هو الغريب لان ما فيش حد بيقدر يعمل ده، ما فيش حد تصدى لده، ما فيش حد عنده القدره والامكانيه ان يعمل حاجه متكامله زي كده. يا جماعه هو حد بقول لكم زي كابتن رضا عبد العال بيعمل حاجات واهيه جدا جدا. يعني ما فيش حد يمكن بيعملها بنفس الكيفيه، لكن غير طبعا الحمد لله احسن من بكتير. لكن بتكلم ان مفيش حد، فعشان كده انتشر واشتهر. لكن قصه الشيء نفسه شيء عادي جدا، محسني ملك التحليل، ملك التوقعات، المكشوف عنه الحجاب، في ايه يا عم؟ في ايه؟ حاجه غريبه. امال هيتقال عليا انا ايه مثلا على سبيل المثال؟ المهم، فالتربح انا ضده تماما. انا ضد ده برضه، حتى على فكره بقول قلتها كتير جدا 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 في المهن اللي بيكون بتعالج او ليها شيء مباشر للناس، او تواصل مباشر مع الناس، او اتصال مباشر بالناس، او تخفيف حاجات يعني، مهن كده معينه. ضد تماما التربح منها الا في حدود معينه الواحد يعيش او الواحد يكمل، عشان يقدر ان هو ده. بتكلم في فئات معينه يا جماعه، يعني ما يجيش حد زي ما قلت قبل كده ربنا ييسر له افكار او حاجات معينه في توقيتات معينه، لكن مش دايما تاثيرها مش هيكون للدرجه ان هي وجودها من عدم وجودها مش هيكون الفرق الكبير. ويطلع يقول لك ايه؟ اعملوا لي، سووا لي، انا هقف ومش عارف اكمل. في ايه يا عم؟ ارجع تاني واكد، هو افرض يوتيوب ما كانش مفعل الكلام ده، كنت هتعمل ايه؟ بس ادي اول سؤال ببساطه. لكن انا اهو اثبتت الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله برضه تفرد جديد بمعنى الكلمه، لكن هو قديم جدا، لكن اثبته وفكرته فيه بالراحه. واحد عامل 3 قنوات و3 منصات، ومش فارق معاه ربح نهائي من ال3 قنوات، ما بيجيلوش جنيه ومش عايز اي مبالغ منها، وشغال الحمد لله، وما حسيتش باي قنوط من اي نوع، ومش مليونير ولا نص مليونير ولا ربع مليونير ولا 1 على 10 مليونير، عشان ابسط الامر. مش فارق معايا، مش عشان انا ما تاني بكر، لاني انا بتعامل مع اليوتيوب والامر ده انه شيء للافاده، مش ربحي. الربح يجي بعد كده، تمام، بس مش من ده. عشان كده عملت المنشأة بتاعتي، اني افكاري وابتكاراتي وابداعاتي لما تتحط بشكل تاني، تتبلور بشكل تاني يفيد الناس. لاني اقول لكم بكل بساطه، مين الانديه مثلا لو هتعمل فيه شق؟ انا دلوقتي عندي الحمد لله احمد ربنا وشكر له 19 حاجه، ودي طبعا هخليها برضو للجزء الثاني، يعني اشرح بالتفصيل بقى. عندي 19 قسم، كل قسم منهم يضاهي شركه كامله. تاني بكرر، عندي 19 قسم، كل قسم منهم يضاهي شركه كامله. ده مش كلامي على فكره، ده في مليون اثبات على كلامي، وهقول لكم في الجزء الثاني ازاي. تمام. وكل حاجه من دول الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، عندي القدره والخبره والدرايه والمعرفه والابداعات وسابقه اعمال خرافيه في كل قسم من دول. جميل. طيب تعالى لي فزي ما بقول هي دي منشأة، لاني ببساطه هي دي اللي اقدر ان انا اتكسب منها المكسب المعقول. بمعنى قلت كتير جدا قبل كده، نيجي مثلا لقسم زي التقييم اللاعبين والمدربين، قسم مهم جدا، وهو يعتبر دلوقتي هو اهم قسم بمعنى الكلمه، واهم قطاع في كره القدم، وزي ما قلت لكم بتقفل نوادي الامر ده. مثلا سبيل المثال، تعال نشوف نادي اهدر في سنه واحده على سبيل المثال مثلا، يعني بنتكلم في 100 مليون جنيه.
بلاش 100 مليون، خلينا في الانديه اللي على قدها شويه، 10 مليون جنيه. اوكي، لما اقول له اني انا همنع لك الاهدار ده تماما، انا بتكلم في شق محدد يا جماعه، شق اهدار اموال عشان نركز مع بعض، ما كانش في الشق الرياضي، ما كانش في شق البطولات او الاهداف اللي انت بتدور عليها، دي برضو دي اقسام لوحدها وهشرحها لكم تاني في الجزء ده عشان ما تلخبطوش. تمام، شق اللي هو خاص بالتتمين فقط او التقييم. خلوا بالكم التقييم حاجه والتتمين حاجه، والاثنين جوه نفس القسم، تتمين وتقييم، برضه ما تتلخبطوش، كله هيبقى في الجزء الثاني باذن الله. اوكي، طيب تعالى حضرتك لما اقول له لا تعالى يا نادي كذا، انت بتهدر في ملف اللاعبين والمدربين حوالي مثلا ادي رينج، بتهدر 10 مليون باللي انت بتعمله ده، بالتفكير في الميركاتو بالطريقه دي، بالتفكير في ملف اللاعبين بالطريقه دي، في التفكير في مدرب بالطريقه دي. تمام، تعالى بقى حضرتك اهو ادي ادلتي 1 2 3 4 بالتفصيل الكامل. مش هطلع اقول ايه لا اصلي انا المدرب ده ما بحبوش، لا المدرب ده بحبه، لا المدرب ده مش عارف ايه كده، كلام على عوائله. لا يا فندم، لازم يكون ليه اسس وليه ادله واثباتات وسابقه اعمال، بتدي مصداقيه كبيره جدا. طيب تعالى لما اقول لك بقى اني سابقه اعمالي 3000 مدرب ولاعب، ويعني الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، برضه هاكدها لكم في الجزء الثاني. طيب لما اجي اقول لك انت بتهدر المبالغ دي كلها، وانا بقدراتي وامكانياتي وخبرتي، انا بحب دايما احط الخبره اخر حاجه، لان الخبره يا فندم مش الاساس ابدا، وكارثتنا ان احنا بناخد الخبره الاول، ما بنبصش للقدرات والامكانيات والابداعات. طيب فبكل بساطه انا اقول لك انا كل اللي بطلبه منك 10%، مثلا على سبيل المثال. يعني سؤال، تعالى كده نسال اي حد في الدنيا، لو قلت حتى 50% بذمتكم، ده مش مكسب كبير جدا 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 للنادي ده؟ لما اقول 40% مكسب اكبر واكبر، فبالك لما بقول لك انا عايز 10% مثلا، مكسب حلال مليون في المية، قايم على مجهود وتعب وقدرات وامكانيات، زائد فعلا بقى انا اللي اقدر اواصل. لاني هعمل ايه ساعتها يا فندم؟ لاني منشاتي اولا بتخدم مش شويه افراد بيتفرجوا على يوتيوب ويشوف الفيديو ينبسط شويه ويقفل بعد كده وانتهى الامر. ماشي، دي حاجات اوكي فيها افاده، قلنا افاده وقتيه جدا جدا ومش مؤثره ومش طويله الامد. لكن لما اقول لحضرتك اني انا بفيد منشاه كامله، المنشاه دي بيتبعها او بيشجعها الاف مؤلفه، منهم اللي بيشوف اليوتيوب وينبسط شويه منه زي ما قلنا، ومنهم اللي ما عندوش اصلا، ومنهم اللي متعته الوحيده يقعد يتفرج على مباراه، لو بنتكلم في كره القدم او حاجه رياضيه، لو بنتكلم في الرياضه. تمام، لما اقول لك اني بفيد المنشاه كامله اللي انت كالاف مؤلفه او ملايين، الاف في بعض الاماكن وملايين في اماكن كتير جدا بيتابعوا بيشوفوا ورا المنشاه دي، وانا بفيد حضرتك، مش بفيد حضرتك، انا بوصل للامر اني انا هقولها ازاي يعني عايز اقول ايه، بخليك تستمر. اسماعيلي ادي مثلا، على فكره ده انا كل لفظ بقوله الحمد لله احمد ربنا شكر له اثبته ومرارا وتكرارا. تعالى يا اسماعيلي اللي انت خلاص بتقفل ابوابك، وانا قلتها وكان ليها سبق خرافي، ولسه ما زلت عندي حل للاسماعيلي على فكره. شوف عملت كام حل طول الفتره اللي فاتت، وطبعا ما اتاخدش بيهم وحذرت، والاسماعيلي وقع تماما لما اتاخد ببعض الامور البسيطه اللي انا قلتها، زي حمزه الجمل، زي مدبولي، زي الشامي، زي مجموعه محدده جدا جدا من اللاعبين والمدربين في ملف اللاعبين والمدربين. شوفوا وقفوا النادي، يعني اللي هو ايه، ادوا بعض الاكسجين. لكن النادي لا، ده امر مزمن، قالها احمد عادل عبد المنعم، قالها بوضوح، بعدها استغنى عنه سبحان الله. المهم، فزي ما بقول الاسماعيلي ليكوا فيه مليون مثل، اسماعيلي بجاية قدر ليكوا في المحله مليون مثل. السنه دي مثلا قلت من اول الموسم الاسماعيلي المحله هيهبط، حصل ولا ما حصلش؟ كلام بعد كده بابا فاسيلو، وبالتحديد او قلت ان هم هينافسوا على الهبوط مع مجموعه، مع ثلاث انديه اخرى، انا حددت 4 انديه انا فاكر كويس جدا، وقلت بابا فاسيلو كنز ما تفرطوش فيه. لما مشي قلت خلاص، مع ان المحل كان في نص الجدول، قلت المحل هيقع، والايام اثبتت كلامي، رغم ان على فكره عبد الباقي جمال مدرب جيد، بس قوته تماما حاجتين مهمين جدا: المشاكل الموجوده في النادي وامام الامكانيات الفنيه الموجوده، والسكواد اللي افضل شويه من الموسم اللي فات لكن مش الاميز، او مش اللي يواصل. وانا قلت كتير ان هو من اضعف السكوادات الموجوده، او تقريبا تاني اضعف سكواد بعد حرس الحدود، واللي كان له سبق خرافي من اول يوم قلت هيطلع الاخير، وفعلا صدق كلامي 18.
فعايز اقول لكم انه عباقي جمال مدرب جيد، لكن النقطه الثانيه اللي قودته تماما، ودي الكارثه بمعنى الكلمه، تعيين كابتن اسامه خليل رئيس للنادي. وانتقدت الامر ده جدا 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 جدا، والايام اثبتت كلام. طيب. وتالت حاجه طبعا بعد رحيل عبد الباقي جمال، انا شايف ما كانش رضا شحاته ما كانش المدير الفني الامثل، رغم اني انا مكتشف المدرب ده، لكن مش كوني ان انا مكتشف ويبقى انا عارف كل حاجه، نظام حب وكره بقى، وتاكيد ان انا بقى لا، رضا شحاته ما كانش يصلح في المكان ده. رضا شحاته ليه طبيعه كره معينه، ليه سكواد معين بيحب يلعب بيه، ليه ستايل معين في التدريب، ليه بيحب يلعب في اماكن ما فيهاش القلق والمشاكل زي ما كان حاصل في المحله. كمان ما تعاملش قبل كده مع انديه جماهيريه، فانت جايبه في وقت حرج جدا. ده يا جماعه كارثه. لسه بتكلم في ايه؟ القصه بقت فكاكه للاسف. ايكون هب وده دلوقتي يقول لك هات اللاعب ده ولا المدرب ده بدون معايير، بدون اي وعي، بدون ادراك، بدون معرفه باي شيء، بدون اسس، بدون اي حاجه. فانا ده احد، الحمد لله، احد اقسامي. حاجه اسمها ازاي ان اديك استشاره صحيحه، تاخد مين ما تاخدش مين، تجيب مين دلوقتي، مين انسب ليه، عشان ايه، بالتفصيل الكلام. برضه ليا سابقه رائعه في الامر ده. طيب، فزي ما بقول لما اوفر لحضرتك مبالغ طائله، ادي مثل بسيط، انا لما اتكسب من ده ليه؟ عشان اما واصل يا فندم زي ما قلت لك، لان انا بفيد بقى منشأة كاملة، ممكن افيد دولة كاملة، دولة كاملة. لما اقول لك ان انا بفيد منتخب كامل وراه ملايين الملايين واجماع، ادي مثل تاني. تمام. ارجعكم للي توقعته تماما في كاس العالم بالتفصيل الكامل، بالتفصيل الكامل. البعثة من قبل حتى ما تروح لروسيا توقعت كل اللي هيجرى في المعسكر، كل اللي هيجرى من الناحيه الفنيه، كل اللي هيجرى من المدرب، كل اللي هيجرى من اللاعبين، كل اللي هيجرى في المشاكل، كل اللي هيجرى في الازمات، كل اللي هيجرى في الناحيه الفنيه، كل اللي هيجرى في الملعب، كل اللي هيجرى في النتائج. هقول ايه تاني اكتر من كده؟ ادي مثل. ومنتخبات اخرى كتير بنفس الكيفيه. مين اللي ادى روشته المنتخب المغرب يا جماعه؟ مين اللي ادى روشته منتخب الجزائر للنجاح؟ انا الحمد لله. قبل كاس الامم لمنتخب الجزائر، وقبل كاس العالم لمنتخب المغرب، ومن فتره كبيره. ماشي. فانا مش هطول، لكن لما اقول هنا المنشأة ما فيهاش شخص هو اللي بيتكسب وبيروح بعد كده يروح يعمل له زي الهبل اللي بيجرى ده، اسافر بره ولا اجيب لي فيلا ولا اطلع مش عارف اهبل واطلع بعد كده انقل حياتي بالتفصيل الكامل للناس، وشيء قذر وقميء وسافل، واقل ما يقال عليه انه حتى ضد اي دين في الدنيا ان انت تحط نفسك كده يعني يا جماعه، ده حتى حرمه البيوت ما بقتش موجوده. حرمة البيوت فعلا ما بقتش موجودة، غير طبعا انت بتثير اللغط والحسد والضيق والغبن. مش ممكن، مش ممكن كل ده عشان خاطر تيجي على الترند والفلوس والقرف وبعد في الاخر ده كله مش عايزين ان انا الغي كل القرف ده. على فكرة نسيت اقول ان انا لاغي كمان تماما حكاية الترند، انا لاغي تماما حكاية الاعجابات، لاغي تماما حكاية التواصل عن طريق الرسائل، عشان برضه محدش يستغرب، انا اللي لاغيها من اول فيديو بدأت فيه لنفس الاسباب. وزائد اني عارف كويس جدا مش هستفيد اي شيء، وعارف كويس جدا اني انا بسميه دايما اللي هو المناقشات اللي بتتعمل تحت الفيديوهات دي مالهاش علاقه اصلا بالشيء المعمول عشانه. ان انت بتعمل عشان تديني مثلا معلومه، تسالني سؤال، تستشيرني في حاجه انا كمنفذ الفيديو، تشور عليا مشوره جيده مبنيه على شيء، مش مجرد هوى شخصي مثلا. لكن لا، ده تبص تلاقي دي سويقه، سويقه بمعنى الكلمه، سوء والله العظيم. تلاقي اتخرجوا بره عن المضمون تماما، وواحد بيتخانق مع التاني، والتاني بيرد على التالت، والتالت بيعمل مش عارف ايه في الرابع، وحاجه مسخره بمعنى الكلمه. فانا ضد ده تماما تماما تماما. فانا بريح دماغي من الاساس، شيء مش هيجي لي منه الا القرف، وجع الدماغ، ومفيش اي شيء هادف، مع السلامه. تمام. عشان كمان ابقى مركز جدا، زائد ان في ناس كتير قوي بتدخل الهجوم وبس، وهي اصلا ما شافتش الفيديو من اساسه. تمام. وفي ناس موتوره، وفي ناس حاقده، وفي ناس بتبقى مدفوعه بمعنى الكلمه، سواء مدفوعه ماديا او مدفوعه لاغراض شخصيه. فاللي عايز اقوله انه النقط دي مهمه جدا يا جماعه. فالتكسب يفرق جدا. لما اقول لكم لو سمحتوا مش عارف اعملوا لي وسووا لي عشان نكمل، مين اللي يكمل؟ انت تكمل؟ وفي ايه اللي هتكمل ايه؟ ده بيفيدنا انا بايه؟ والفرق ان انا هكمل، احنا منشأة في عدد كبير جدا، بتمنى باذن الله باذن الله باذن الله انها تعمم وتكون موجود ليها فروع كتير جدا، وده هدفي بالبديهي، مش عشان انا ابقى ليا فروع، لا، بالبديهي عشان يبقى في فرص عمل اكتر بكتير ان شاء الله باذن الله. مجال يشتغل فيه الناس الافضل بكل معاني الكلمه، مش الناس اقول ايه يعني.
ومش المحسوبيات بقى واصحاب اقول ايه انتوا الادرى طبعا. تمام، لا ناس بجد اكتشف مواهب جديده، اكتشف قدرات جديده، اكتشف في موجود، في ممكن ما يكونش وصلوا للقدرات والابداعات والخبرات اللي موجوده عندي الحمد لله، لكن ممكن جدا على الاقل يبقى اصل يا جماعه ده انا اقسم بالله بقعد بتكلم مع ناس بيذهلوا لما بحكي معاهم في حاجات لا تعد يعني 1/10 من الموجود عندي ومن ابداعاتي. يذهلوا، مش متعودين على ده. انا عذرهم، مش متعودين للاسف، ودي كارثه، كارثه بمعنى الكلمه. اتعودنا هنا على اسلوب والنمط التقليدي في التفكير، في الشغل، في الحياه. محدش اتعود على حاجه اسمها الابتكار، الفكره. محدش عنده الوقت ومحدش عنده الكيفيه كمان او القدرات. تمام، في كده وفي كده وفي الاتنين مع بعض. لكن انا لما كسرت كل ده وانا لا عندي الكيفيه من الناحيه الماديه ولا عندي العزبه والبتاع، يعني اللي هو بقى قاعد بقى مرحرح، لا خالص نهائيا، ابعد ما يكون عن كده. لكن مع كده عندي الحمد لله كنز يجيب بقى كل الكلام ده، بس يجيبه بشكل صح، ويجيبه بشكل حلال 1000000%، وبشكل مظبوط 1000000%. اوكي، وما يثيرش اي حنق او حسد او ضيق، لان بكل بساطه زي ما انا بفيدك اضعاف مضاعفه. واقول انت اللي هو انت مين؟ كل المنظومه، منشأة، جماهير، كل المنظومة بكل مشتملاتها. ارجع تاني واقول لما عملت الفيديو بتاع انا اهم من كريستيانو رونالدو، لماذا انا اهم بمراحل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من كل الاوجه وكل القطاعات؟ ارجعوا له هتعرفوا ليه. والايام بتثبت كل يوم عن التاني. بالمناسبه كيليان مبابي، شوفوا اللي عامله مع باريس سان جيرمان الفتره دي. شوفوا الاموال. تعالى كده، تعالى يا باريس سان جيرمان، احسب لي بالورقه والقلم وبالجنيه وبالسحتوت، ولا ما اعرفش ايه العمله الصغيره اللي هي الفكه بتاعتهم هناك في اليورو ايه. احسب لي حضرتك بعد اذنك ما كل ما دفع في ولي في كيليان مبابي ولكيليان مبابي من اول يوم جه فيه لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي. اللحظه دي ما قلتش بعد كده، بس هو هيكون لسه شويه يعني انا توقعي ان باريس هيخلص فيه السنه دي. توقعي زي ما كان كل توقعاتي صدقت الحمد لله في الملف ده كاملا، بشكل يعني مذهل بمعنى الكلمه، وبشكل كان حصري تماما الحمد لله، احمد ربنا شكرا، او متفرد مش حصري لانه مش انا الوحيد اللي اتكلمت، بس متفرد. اوكي، فتعال احسب لي حضرتك كده، وتعال اسمعك عشان تعرفوا اهميتي يا جماعه في لاعب واحد فقط. مش اي لاعب بس، اهميتي الحمد لله من الجانب، سواء الجانب المادي او الجانب الرياضي او الفني بمعنى صح، والمردود. تعالى سمع حضراتكم في الثلاث حاجات دول وتعرفوا لو كانت سمع كلامي او ان كانت سمع كلامي، كنتوا يا اداره باريس سان جيرمان، يا ماجد يا خليفي، يا كل اداره النادي، يا ملاك النادي، كنتوا عرفتوا ساعتها يعني، مش هقول قيمتي، كنتوا يعني وفرت لكم مليارات. قد ايه؟ مليارات. انا دقيق في كلامي. كيليان مبابي لحد اللحظه دي كنت تعالى نحسب كده ونشوف كان هيتوفر قد ايه. تمام، ومع فكره ان كلامي هنا مش على كيليان مبابي بس، لا، لاني انا قلت الامر 3 حاجات: مادي، رياضي، فني. تمام. طيب، ادي مثل بسيط جدا يعني، بس انا يعني هرجعكم كده ان شاء الله باذن الله. انا يعني ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل تجميع، بس يا رب اخلص موضوع التقطيع والارشفه باذن الله، واعمل لكم تجميعه كامله شامله لكلمه مبابي فقط. انا كنت عامل حاجه قبل كده، بس انا بتكلم لحد اللحظه دي. هتذهلوا بمعنى الكلمه، ولو ان ده مش جديد، ده واحد من حوالي، لو بنتكلم في مصر وبره، تقريبا حوالي 3000 لاعب ومدرب، ان كانش اكتر يعني. تخيل واحد بس من 3000. طيب تعالى حضرتك لي يعني فيعني ادي ببساطه، يعني مش عايز اطول اكتر من كده. الجزء الثاني بقى يعني باختصار هقول لكم ايه هو محتوى شغلي، شغلي المهني بقى، شغلي الحالي المهني الخاص بالمجال ده. ايه 19 قسم ليه هما متفردين تماما، ليه كل قسم منهم شركه بحالها او منشاه بحالها ايا كان مسماها. ليه المشروع ده هو يعتبر الأول من نوعه على مستوى مصر والوطن العربي، مش عايز أقول العالم لأني مش مطلع على كل شركات العالم، لكن أتوقع إنه في العالم كله، لأني ما شفت الشركة حتى عالمية أو بره فيها كل عدد الأقسام دي. والموضوع مش بالكم، مش بالكم يا جماعة، لا بالكيف. يعني ما حدش يقول لي انت، لا، انا لو عليا انا كنت اتمنى يبقى كل شركه، كل قسم في شركه او منشاه لوحدها.
بس للاسف ما عنديش الامكانيه لكده، بس اتمنى، لان ده هيعمل الفصل ده هو فصل ومش فصل بمعنى كامل، لا هو فصل جزئي، يعني بيبقى فيه زي شبكه كده متصله ببعضيها، زي كونكت بينهم، طبعا كله داخل في بعضه، كله اقصد عشان يدي اكبر فرص عمل موجوده، في نفس الوقت يدي اريحيه في طبيعه الشغل نفسه، ان ما تكونش الامور يعني مثلا لما اقول 19 قسم في شركه واحده، يبقى هضطر ان انا اعمل اقسام صغيره جدا على في منشاه محدوده، او حتى لو مش محدوده بس تبقى اقسام صغيره الكونكت هيكون افضل، انا معاكم، بس مشكله انه هيكون ال ال العدد، وطبعا في اقسام بتحتاج عدد كبير حقيقه عشان تدي العمل نفسه افضل شكل ممكن، هيبقى صعب، ده هيبقى صعب جدا، فلما افضل بكتير ان كل، وزائد ان كل قسم منهم يقدر فعلا يكون منشأة كاملة، دي حقيقة، برضو كل ده هشرحه لكم ان شاء الله في الجزء الثاني بتفصيل، واعتقد انك كنت اتكلمت قبل كده في الامر ده بس كان بشكل مختصر جدا، لكن في ناس كتير طلبوني وعايزين نفهم بشكل مفصل اكتر، حاجه تبقى جامعه وشامله، بدل ما انت بتتكلم في وسط الحلقات مثلا القسم ده بيقول كذا، القسم ده بيقول كذا، او الجزئيه دي بتقول كذا، فلا خليها تبقى جامعه وشامله في حلقه كامله بحيث تبقى جامعه الامر كله. يلا مع بعض على الجزء التاني ان شاء الله، ونشوف نسمع مع بعض حاجه ان شاء الله باذن الله تبقى باذن الله حاجه متفرده تماما، وفعلا انا واثق باذن الله انها تكون حاجه الاولى من نوعها، ومن كل النواحي، من المحتوى، من الانشاء نفسه وطبيعه المنشأة نفسها طبعا وأقسامها، لكن كمان المحتوى أهم حاجة عندي، والمردود كمان، مش المحتوى بس، المحتوى والمردود بتاعها اللي أثبت تماما طول ال8 سنين الحمد لله، صحيح ما كانش بشكل مباشر وده مش بإيدي، لأن أنا تحت أمر أي منشأة أو أي جهة تحب تتعاون معايا طبعا أهلا وسهلا بيها، لكن للأسف يعني ما كانش فيه إمكانية لكده الفترة اللي فاتت، عشان كده عملت منشأة ليها كيان، مش فقط في مش فقط في السوشيال او التواصل بس، او الاعلام الافتراضي زي ما انا بسميه، او الموازي او الافتراضي ايا كان المسمى. يلا مع بعض على الجزء الثاني ونشوف نسمع شيء انجاز بمعنى الكلمه يا جماعه، انجاز بمعنى الكلمه.